ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل تورتايه سهله التحضير واقتصاديه، واي حد معدي كده هيقدر يعملها. تقدروا تخلوا حتى اولادكم يعني يشوفوا الفيديو ويقلدوها او يعملوا زيها. سهله جدا يا جماعه، لاي حد مبتدئ او ما بيعرفش يعمل تورت ان هو يزينها بكل سهوله. طبعا بما ان المانجا بقى ماليه السوق، فاحنا هنعملها بتلظ وبتبظ كده مانجا. شايفين الجمال؟ اهم حاجة تدعموا الفيديو بتاعي بلايك وشير، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة علشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. يلا بينا بقى نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. عندي كوباية من الكريمة، حط عليها معلقتين من كريم الباستري ومعلقتين سكر، وهحط المية تدريجيا. طبعا لازم تبقى مية متلجة او لبن متلج، جميل، لغاية ما الكريمة يتضاعف حجمها وتبقى متماسكة معايا. طيب في حالة لو الكريمة لقيتها سايلة ونوعها مش كويس، بحط يا جماعة معلقة نشا. ايوه انا قايله قبل كده موضوع النشا ده بيخلي الكريمة تتماسك ومش بيبان، ما تخافوش طعمه مش بيبان ابدا في الكريمة. عندي بقى الكيك الاسبونش عاملاه وسبته يهدى شوية، وهبتدي ان انا اقطعه معاكم. طبعا عاملاها كتير معاكم قبل كده، هحط لكم طريقة الكيك في صندوق الوصف لو حابين تعرفوا الطريقة. ب3 مكونات بس بتعملي الكيك ده يا جماعة. شايفين عامل ازاي؟ نصع البياض وهش جدا وطعمه خطير، ب3 مكونات مش اكتر من كده. هنقطعه بقى 4 ديسكات بالشكل ده. لو حاجه اتقطعت مني ما تهمكيش، يعني هتعرفي تظبطيها واحنا شغالين. عندي بقى نفس الصينيه اللي انا خبزت فيها الكيك، هبطنها بستريتش راب بالشكل ده. دخلها كده لجوه، وهخلي الباقي بتاع الاسترتش لبره. احط حته كمان. بس كده. عندي بقى مانجا، تقدري اي نوع مانجا عندك تقطعيها كده شرايح، بالشباسه بقى، اللي هي القطاعه بتاعه البصل، او بالسكينه زي ما انت عايز. انا حبيت اقطعها شرايح رفيعه، وطبعا المانجا ما كانتش متماسكه، ما كانتش احسن حاجه يعني. يا ريت تكون المانجا يكون ناشفه عشان لما تيجي تقطعوها تبقى حلوه زي الشيبسي بالظبط كده. هرصها كده بالشكل ده في القاع بتاع الصينيه. بصوا اللي لقيته اتهرى مني ركنته على جنب، هستعمله برضو في التورتايه. هنحط كده طبقه خفيفه من الكريمه، وهنحط ديسك من الكيك، وهنحط طبقه كريمه. الموضوع سهل جدا يا جماعه، واي حد يقدر يعمله. طبعا ما بتاخدش وقت وبتتزين بسرعه. هنحط بقى مانجا بما اننا احنا بقى عايزينها تبقى بالمانجا. نحط ديسك كمان، وهنحط مانجا كمان على الكريمه. ما بتاخدش في ايدك دقايق، هتكون خلصانه، مش زي اي تورتايه تانية بتاخد وقت في التزيين وبتاخد غلبه. يعني انا ما فيش اسرع من كده. نحط بقى بقيه المانجا اللي اتبقت معانا، واخر ديسك من الكيك. هقفل بقى كده بالاسترتش، وادخلها بس التلاجة كده لمدة نص ساعة في الفريزر، تجمد او تمسك نفسها. هنا طلعتها وحطيتها كده على طبق. هنطلع بقى الصينية او الصينية بتاعتنا، ونشيل كده الاسترتش من عليها بكل سهولة. وادي التورتايه بتاعتنا بقت جاهزة. شفتوا اسرع ولا اسهل من كده؟ سهلة جدا، مش قادره اوصف لكم طعمها عامل ازاي. الكيك هش وناعم وطعمه لذيذ جدا، وطبعا المانجا والكريمه عاملين معاه شغل فظيع، مش قادره اقول لكم. حلوه جدا، لازم تجربوا. لو الفكره عجبتكم متنسونيش بقى في اللايك والشير، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه. مع السلامه.